هذا رجال قال له محمد وساكن في البر اللي حول حفر الباطن، ورجال كريم والله أكرمني كريم، ما يمر خطار إلا واجبهم حاضر لازم. القصة هذه حصلت طول أعمالكم على نهاية البعير كوسيلة نقل وبداية السيارة. الحاصل محمد والله ما هو بيقصر عند وجه خطارة، جاء يوم من الأيام مرته السيارات ما يشوفونها، ما يشوفون، نادر ما تشاف السيارة توها على بداية، لا زال البعير هو الوسيلة الأساسية، لكن السيارة تلفت نظر، معناها أنها مع علية قوم، ولا معهم سيارة كشف ولواري ومعهم طيور ولهم قنوص. أشروا لهم محمد، قالوا ميلوا عليه، ميلوا وسلموا وهو ينطلق للغنم ويذبح هكا الطليين. ما شاء الله. هل لو رحب الرجال قالوا خلاص تمت. قلت والله يحييكم الله يحييكم، لا هكا الرجال ولا فضل على من عندي قاعدين في راس المجلس ولا تسنوا حر. قالوا والخويا اللي معه يا معزبنا قاسم، قال تعرف هالرجال؟ قال لا والله ما أعرف، لكن الله يحييكم جميعا. قالوا هذا محمد بن أحمد السدير أبو زيد الشاعر معروف. أي نعم الأمين. ونعم يلا ساعته المباركة لو نداري. قال والله ما عاد تزيدها، يكفينا ما جانا بيض الله وجهك. اي يلاقي خيرا تدل الشعبان والمناطق هذه، قال هذه انا ما له دم فيها. يا سلام. لكن الليله واجبكم وانا اشوف طيوركم معكم، باكر نقنص ان شاء الله وانا دليلتكم. فعلا نقنص معهم، خذ معهم 5 أيام وصادوا خير من الله، حباري وكراوين وغيرها، وارنبوا مثل ذاك الزمان راهي الصيد. تجيني الامير محمد الاحمد كان في امير عرعر، قال تجيني يا محمد ان شاء الله في عرعر. قال وين انا وين عرعر يا طويل العمر، لكن جابتني الدنيا وان الله كتب اني بجيك لك حق علي. راحت هذه، مشى من عنده ابو زيد الله يجعله في بارد النعيم وولدنا وولديكم. الدنيا قالت على محمد هذا خوينا في السالفه، يعني في البدايات لا باس. في مرة من المرات جلب له غنم من على حفر الباطن يوم جمعه وباعها، يوم باعها حط الدراهم مخباتها من اول، تذكرون عاد من الشيبان اللي يحطون المراكي الحصى اللي عند المساجد، الجلسه ما في شيبان ما يذكرونها صحيح. الحاصل انه طاعونك مثل هالجلسه هذه تصير حصى ويجلسون عليها الجماعه عقب الصلاه. لا قاعد وهذا السوق قدامه، لا والله راعيها كان بعير مبرسم بعيره ومحمل من راعي الدكان كل خير. يوم محمد قال كم حقك يا ولدي؟ يقول الشايب راعي الدكان، ومحمد خوينا يسولف مع رجال مثلي انا وابو عبد المحسن هالحين. قال حقي هالقد والشاي، عط الدراهم. قال والله ما هنا دراهم من ابوك، لكن ها في وجهي وامان الله وهالشعرات انه فيك حقك. قال ايه توفيني يوم حملت قال لي والله ما معي دراهم، انا جاي اترزق الله ولا الله كتب لي نصيب، لكن والله ما يروح لك ريال يا ولدي. قال اقول والله ما يثور بعيرك الا معطيني حقي ولا نزل بضاعتي، واذا بينزل واذا يقضب يا ولد تعوذ من الشيطان. وصارت بينهم ارتفع الصوت الذي بان يسمعه محمد جعل في جنة النعيم. اطمر عسى ما اخلاف يا الربع عسى ما اخلاف. قال هذا بيسرقني عيان بيان. قال هالشايب اللي كبر ابوك يسرق رفعها يا ولدي. قال اجل وش اللي اخذت دراهم حلالي وقفيت وش اسمه هذا سرقته وانا اشوف. قال والله ماني بسارق، كلمهم منهم كلام. قال محمد اصبر، كم حقك؟ اقصرها لا تطول، كم حقك يا اللي حيث الغانم راعي الدكان؟ قال حقي هالقد وشان مثل ما تقول ذاك اليوم 20 23 25 ريال، ولا بايع عند الغنم قبل الصلاه. قال بسم الله عد وعطني زاد منها شيء. خلصت قال إيه؟ قال رحم الله والديك فمان الله وجهك مقفي. قال الشاي تعته وين؟ لا بالله ما خلصنا. قال وش بقي؟ لقاصك شيء يا عم؟ اقلط معي تغد كل واجب. قال يا ابن حلال انت اكرمتني الله يكرمك بطاعته، لكن عطني اسمك. قال وش الاسم؟ قال بحفظ حلال. قال والله ما دورتها عندك ولا اني مدورها، والله يحللك ويبيحك. يا سلام. عد الشجر والحجر والجراد اللي انتشر، ما ابي منك شيء يا عم، ما اعطيت فيها وانا. قال والله ما تكفي انت يا راعي الدكان. قال نعم. قال تكتب ولا ما تكتب؟ قال اكتب. قال سوي خير عطنا ورقه واكتب لي اسم هالرجال. يا ابن الحلال قال والله ما تسوي الا باسمك. قال اسمي يا جل محمد بن فلان بن فلان بن فلان الفلاني الفلاني، واكتبه حطها شايف مخباته الداخليه. قال رحم الله اثنين جابوك يا ولدي ومراته الله اني لقاضيك، ترى اسمي فلان بن فلان بن فلان من اهل الديره الفلانيه من اهل عرعر. قال بيض الله وجهك شو بدي هالعرعر؟ راح مثل ما اقول لكم قبل هذا دارت عليه الدنيا والله ان حلاله ينقص كريم، ورد الله عليه بامراض على بعض الحلال والله يوم ما عاد معش. سبحان الله. شاور ام عياله قال يا مرة انا كريم وهذا طبعي ما اقدر اغيره، وهالحين والله ما عندي مكرم به ضيف وانا على درب، والخطار يعرفوني واهل الديره يعرفوني، واخاف يجيني احد ويعرق وجهه افشل ما عندي له ضيفه. والشورت قالت الراي الله ثم لك انا معك في اللي تبي. يا سلام. قال اجل نشد. قال توكل على الله. وهو يدخل يوم من الايام للحفر ولا هاك اللوري يقرقع فاضي، قاعد 3 أيام على باب وراء سني اشوفه مد رجليه يدور طلب يدور شديد ما يهز رجليه يلعب فاضي. ولد قاسم قال ما تبي تشيل لك شايب وعجوز وورعانه وبيت شعر وقش عجوز؟ قال ابرك الساعات وين تبي؟ قال انت وين تبي تروح؟ والله. قال شلون وانا بروح؟ قال انا بالشيء اللي ما يكلفني دربك بروح معك فيه. قال يا ولد انا من اهل العرعر ولا اني بحولك ولا حولك. سبحان الله. قال عرعر شغل
بس ترى ما عندي دراهم الحين، لا الله اعطاني انا بنزل في ديرتك معكم، ولا الله اعطاني بشرب حقك. ولا يفكر له 3 ايام فاضي بيروح لاهله، قال توكل على الله، العوض ولا القطيعه الله يجيب من الشم بعدين. راح معه وتقدم ميسوره وشالوا البيت وشالوا قش المره والبرعان والمره فوق، ورتب معه محمد قدام. روحوا يم الحفر، سولف معه عن الحفر، من اميركم؟ قال ابو زيد. قالوا نعم استيري ابو زيد الرجال اللي شوار. قال الله الشاعر. قال اعرفه والله انه يعني وش عرفك به يعني تنها تكاثر راعي السياره من هنا. وين ابو زيد وانت رجال على قدك؟ قال لا اعرفه، قنص عندي ورفيق زلي وتخاويت انا وياه. قال لي خير. وصلوا عرعر. وين انزلك يا محمد؟ قال حطني وزان بيته استديري. الرجال صام، فنزل بيته وعياله، بنى بيته بيت شعر. يوم اصبح الصبح وهو يروح لابو زيد، قال بروح اسلم على الامير استديري. يوم دخل عليه، سلام عليكم السلام، ما اعرفه هلا به ورحب. عرفتني يا ابو زيد؟ قال لا والله. قال انا فلان ابن فلان اللي قنصت عندي من يجي 30 سنه. ونعم ونعم ونعم، لكن تدري والله واجب كان يموت، لكن اليوم احنا معزومين عند فلان وباتر عندي وعقبه عند فلان، جاينا فلان ابن فلان رجال الوجيه شرواكم وقايمين له بواجب الجماعه والامير معهم مسدين. قال وان شاء الله نواجب حاضر. قال والله ما جيت الا بسلم عليك، لكن اللي انتم فيه انا معكم فيه. رجال ياكل بيمناه، جاء في درب الجماعه مشى. يوم اكل عندهم وجبتين، الثالثه قال يا الربع تراكم ان شاء الله ضيوفي باتر. الحين هو هاجم من الكرم، ولكن الطبع عذر، ما قدر يصبر، نسى ما عنده حلال، ونسى انه شاد من الفقر، زهد نفس طيبه نفس. قال يا الربع سووا خير، تراكم ان شاء الله عندي باتر. قولوا تم. وش تقول يا الامير واخوياك؟ قالوا تم. الله يقويك. خير. اطلع من المجلس، يوم اقبل على بيته مو بعيد، اليوم طاح بشته عن متونه ما درى. قاعد يفكر هو جاس. اي بالله وين بجيب منه باتر؟ عشاهم عندي انا، ما عندي ما يوكل عيلان. شافته المراه بنت الفحله، والله انا تشوفه البشت يوم طاح متونه ولا درى عنه، درت انه هو جاسه قوي. ويتوافيه محمد بسم الله عليك، ويتلقط البشت وتنفضه وتلوي على يدها بسم الله عليك وراك جعلي فداك عسى ما شر عسى. وش اللي مشغل وش فيه؟ قال يا بنت الحلال اللي احنا هاجين من حودنا فيه امنت بالله. وشلون؟ قال هلو. قالت ربك كريم، شوفوا بنات الرجال الاصايل تهون عليه، ما قالت انت اللي فيك ما يخطيك، من قالك تعزم اذا صار ما عندك شيء فسكت، لا قالت يا محمد رب البيت كريم بيسهلها والكريم معان، وان شاء الله انها بتيسر من هذا البات تصير فيها فرج ونختك ما عليك. يا الله يجزاك خير عسى الله كريم. يوم اصبح الصبح يتقهوى وياها، ولا معروف عندها العرعر، حاطين مشرع ماء مدين طويل حاطته الحكومه لاهل البل والغنم ثابت. يوم ضوت هاكا قطعه هاك الغنم شيء مهول، اليوم ملت السهل كله. قالت يا محمد، قال لبيه. قالت يا راين عندي لك. قال عسى خير. قالت ورا ما تنسى هاك الولد اللي مع الغنم وتطلبه وتعزمه، خذ منه 3 طليان دين، وقل تعال تعش معنا عندي الامير واخويا، وتراه مهم تعبك الناس تستحي. قال والله مالي غيرها، خله اروح اشوف. جاء السلام عليكم السلام يا ولد يا الحارات، والله ما تزعل فيهم 3 طليان تستربها وجه شايب يستحي، سو خير اعطني هندين والله ما تزعل فيهن، ان اول ما يطيح في يدي بحاسب راعي الموتر واحاسبك. قال والله يا عم اني مردك، لكن هذه وانا يا عم وصيه حي الميت والله ما لي فيها وبرا، وانها حرام علي اني راعي فيها شاوي ببلاش. سبحان الله. قال وشلون؟ وش هذا؟ قال من سنين وحنا نتعب بلاش. قال وشلون؟ قال هذه ابوي الله يغفر له ويرحمه يوم جاي يموت وصانا، ايوه، وعطانا ورقه فيها اسم رجال، والله ان زرينا وحنا ننشد عنه وعجزنا نلقاه. قال وشلون؟ قال يا رجال ما ادري وش سالفته، شرى بضاعه وجابها لنا، هم وصانا حط له بقيمتها اشياء، والشياه طرح الله فيها البركه، وصارت تكاثر وصارت توالد، ونجز من صوفها ونبيع ونرد في اشياء، ونبيع منها قطوسا من ونرد في اشياء، وهالحين كل هالغنم هذه انا واخواني رعيان فيها والله ما لنا فيها وبرا ولا شعر، عفوا شعر. قال والرجال اللي تقولوا شو اسمه؟ قال محمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ولا هو ابن اهل حفر الباط. قال انا يا محاتسي. قال اسالك بالله انت فلان ابن؟ قال لي والله. قال من يعرف؟ قال يعرفني ابو زيد، يعرف علي. يا سلام. قال يدك ويقض به. قال يا الله لك الحمد، ويروح ينطلق يبشر اخوانه ابشروا بالفرج ابشروا حفتكينا، ويركض لابو زيد. قال يا الامير تعرف هالرجال؟ قال الله الله هذا فلان رجال الطيب الكريم فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. قال اجل عد حلالك واستلم وفكني من الله يفكك من الشر. يا سلام. سبحان الله العظيم، الله خلف عليه كرمه كله في ساعة واحدة، لأن ساعة من الغني تغني. وسلامتكم الله يبيض وجهك.